السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأولا من حفظ؟ جرب. تعلم 40 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الدين الإسلام بأدلته. الثاني العمل به. الثالث الدعوة إليه. الرابع الصبر على أذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لولا ما أنزل الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه سورتي لكفتح. وقال رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والأمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والأمل. أنت يا فايز تسمع ما بعد، ما حفظت زيادة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلى هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والأمل. ودليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والأمل. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ودليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن من أطاع. هذه الثالثة. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ودليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالة من حال الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ودليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها أبدا رضي الله رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا هنا ما نسمع. كلكم لا. عبد الرحمن تسمع. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال الشارح: يعني أن الآيات دلت على أن الذي خلق هذه الأشياء وأوجدها من العدم على غير مثال سبق هو المستحق للعبادة وحده دون من لم يكن له شركة فيها ولا في غيرها وإن قل، أي وإن كان شيئا قليل ليس هناك أحد شريك مع الله عز وجل، ولا بشيء قليل، ليس هناك لله شريك في خلق هذه الأشياء وفي إيجادها من العدم، بل هو الواحد الخالق الرازق المدبر لهذه المخلوقات. قال: بل من سواه تعالى وتقدس مخلوق مربوب متصرف فيه، الله عز وجل والذي يتصرف فيه، فيكون في ذلك أي في هذه الآيات وهذه المخلوقات أوضح برهان أنه سبحانه هو المستحق أن يعبد وحده دون كل من سواه، لا إله غيره ولا رب سواه. نعم، فكما أن الله عز وجل هو الذي أوجد المخلوقات من العدم، وكما أن الله عز وجل هو المتصرف بهذه المخلوقات وهو المدبر لهذه المخلوقات وهو الرازق لا خالق غيره ولا رب سواه ولا رازق غيره، إذن فهو المستحق للعبادة. فكيف كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أخلق ويعبد غيري. الله عز وجل هو الذي خلق الجن والإنس، جميع المخلوقات، لكن المكلفون الجن والإنس، فكيف يدعون غير الله ويعبدون مع الله غيره ويشركون به وهم مقرون بأن هذه المخلوقات خلقها واحد وهو الله عز وجل؟ فكما تقدم معنا أن الله عز وجل يقر المشركين بما أقروا به وبما اعترفوا به من توحيد الربوبية، فيقرون: قل من يخلقكم، قل من يرزقكم، فيقولون الله. أمن خلق السماوات والأرض، يقولون الله. يقول الله عز وجل: أفلا تتقون، أفلا تعبدون. أي فكما أنكم اعترفتم بأني الخالق، الله عز وجل يقول لهم: فكما أنكم اعترفتم بأني أنا الخالق وأنا الرازق وأنا المدبر، إذن فيجب عليكم أن توحدوني في العبادة وألا تشركوا معي أحدا آخر، فإن من أشرك مع الله عز وجل حبط عمله ورد عمله وكان من أهل النار والعياذ بالله. ولعلنا نقف هنا، لا نشرع في ذكر أنواع العبادات لأجل أن يرتبط الدرس، وكما تعلمون أني سأسافر إن شاء الله بعد الغد، فإذا شرعنا في ذكر أنواع العبادات لن ننهيها، سنكون في وسط هذه، لم نأخذ كلها، قلت من باب الأفضل لأجل أن يرتبط الدرس أن نؤخر الشروع في ذكر العبادات إلى ما بعد الرجوع من السفر إن شاء الله، ولا بد من الحفظ، لا بد
أن يحفظ الجميع. هذا المتن، متن الأصول 3. معكم 10 أيام وأكثر تحفظوا إلى حيث وصلنا، إلى قول ابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة. تحفظوا كل يوم يعني سطرين، إذا حفظت كل يوم سطرين ستصل إلى هذا المكان. يسمع بعضكم لبعض لأجل أن يعني تتم الفائدة. فحفظ المتون هو المراد بالعلم، وهو الذي ينفع طالب العلم. حفظ المتون هو الذي ينفع طالب العلم. من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون. فإذا حفظت المتن حزت هذا الفن، حفظت المتون حزت هذا الفن. فينبغي وهو إلزاميا حفظ هذا المتن، كما كان شيخنا عبد الرحمن ابن مرعي العدني رحمه الله تعالى يلزمنا بحفظ المتون، بحفظ هذه المتون. كان يدرسنا رحمه الله تعالى ويلزمنا بحفظها. درس رسائل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي إن لم يكن كلها درسها، وألزمنا بحفظ ما يستفاد كالأصول 3 والأصول 6 والقواعد 4 وكتاب التوحيد وفضل الإسلام وغير ذلك من المتون. فينبغي أن يحفظ هذا المتن. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.